السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات دماغ إنجليزي. إن شاء الله النهارده هنسأل سؤال مهم جدا من الأسئلة اللي دايما بتتسأل، وهو أتكلم أمريكان ولا بريتش؟ وهل ده يفرق أصلا؟ خلينا نقول إن قبل ما نوصل للأمريكان والبريتش إن أنت هتمشي خط كبير قوي، إن أنت هتمشي مشوار طويل قوي قبل ما توصل للمرحلة دي. يعني اللغة وتفاصيل اللغة، من إنك تكتسب كلمات، وإنك تعرف إزاي تكون جمل، وإنك إزاي تعرف ترد على الجمل اللي متركبة بشكل فلاني، إزاي تعرف تعبر عن يومك. لو احنا هنقول حتى ان احنا لو تخيلنا دايما الدايره اللي احنا بنقولها ان انت في عندك انبوت واوتبوت، ففي الانبوت اللي هو الليسننج وفي الاوتبوت اللي هو سبيكنج، وتحت في الدايره دي بنقول ان احنا في عندنا الانبوت اللي هو ريدنج والاوتبوت اللي هو رايتنج. فلو قلنا حتى ان احنا هنمشي شويه كتير في ريدنج ورايتنج، يعني قلنا ان احنا هنمشي شويه كتير في اكتساب الكلمات وتكوين قدره على تكوين الجمل، اكتساب المهاره دي. انت هتمشي فيها مشوار طويل قوي قبل ما تفكر تدور هو انا اتعلم امريكان او بريتش. وانا قلت كلمه امريكان بالامريكان وقلت كلمه بريتش بالبريتش. النطق فعلا بيختلف، بس خلينا خلاص احنا اتعلمنا، خدنا شوط كويس. بس ممكن يجي سؤال بقى، طب حتى لو انا هتعلم، ما انا هسمع كلام انجليزي هيتقال قدامي، اختار الشخص ده يكون بيتكلم امريكان ولا بريتش؟ حتى لو انا مش هنطق دلوقتي، حتى لو انا مش هركز على النطق دلوقتي، فانا هسمع انجليزي هيدور في حياتي، الكتاب اللي انا هذاكر منه وهقرا منه هيكون امريكان او بريتش. خليني اقول لك الاول ان مفيش حاجه صح وحاجه غلط، مفيش حاجه افضل من حاجه. حتى انا لما هفضل دلوقتي هفضل بناء على حاجات، مش ده افضل من ده، ولكن ده له مميزات معينه في اتجاه معين. خلينا نرجع خطوه لورا كده ونقول ان انت عشان تتعلم لغه، الاصل ان انت you have to imitate a native speaker. لازم تو imitate، لازم تقلد حد native speaker، يعني حد متحدث اصلي للغه. فبناء عليه مهم جدا انك تعرف زي ما قلنا قبل كده مين هم الناس اللي ينفع يتقال عليهم native English speaking countries، مين هي الدول اللي بتتحدث لغه انجليزيه وهم اصل اللغه دي. اللغه دي بالنسبه لهم هي اللغه الام، مش اللغه الاساسيه او اللغه الاولى، لان في دول كتير adopted او بدات ان هي تطبق منهج او اتخذت اللغه الانجليزيه كلغه اولى، بس هم مش اهل اللغه، ما ينفعش ان انت تتعلم منهم النطق. طب مين هم الدول دي؟ خلي صوره الخريطه، خريطه العالم في دماغك. انا شايف ان من اساسيات الحياه انك تكون عارف العالم، انك تكون عارف خريطه العالم شكلها عامل ازاي، على الاقل القارات. عارف مثلا لو احنا بنتكلم ان احنا هنا في مصر، فانت فوقيك في اوروبا، وعلى اليمين في اسيا، وتحت كده على اليمين في استراليا، ولما تعدي المحيط بقى على الشمال في فوق امريكا الشماليه وفي تحت امريكا الجنوبيه. طبعا ده هيختلف حسب، يعني انا عمال اقول يمين وشمال، هيختلف حسب انت بقى بتبص ازاي. يعني انا بتكلم وكأن انا شايف انا بعيني، مش بنظرتك انت ليا. فلما ده تبقى شايف ده، محتاج جدا ان انت تبقى عارف هو امريكا فين. فلما نيجي نقول انت عندك امريكا، في امريكا دوله امريكا، في امريكا الشماليه، فوق امريكا في ايه؟ في كندا. فانت عندك كده دولتين، تمام؟ هم 4 دول بالمناسبه اللي ينفع يتقال عليهم نيتف، وبناء عليه ينفع تقلدهم، فامريكا وفوقيها كندا. طيب لما تطلع بقى تيجي تشوف بقى اوروبا اللي هي فوق البحر المتوسط، اللي هي فوق مصر، فوق افريقيا، هتلاقي في عندك فوق في اخر اوروبا خالص، او يعني قبل الاخر، قبل الدول الاسكندنافيان اللي فوق ال4 دول دول، في عندك في ايه؟ في اليو كي. اليو كي بقى بمشتملاتها اللي هي انجلاند، سكوتلاند، ايرلند، ويلز. وتحت خالص على اليمين قلنا في ايه؟ استراليا. هم دول ال4 دول بس اللي ينفع يتقال عليهم ايه؟ نيتيف انجلش سبيكينج كونتريز، وبناء عليه ينفع ان انت تقلدهم. محدش بيدور ان هو يتعلم يقلد في البدايه استراليان او كنديان، الناس كلها بتدور، رغم ان في كورسات كده الناس كلها بتدور انها تتعلم امريكان او بريتش. خلينا قبل ما نقول احنا هنختار ايه، خلينا نقول هو انا ايه الفرق، وخلينا نقول هو انا ليه لازم اختار. ايه هو الفرق بالامريكان اوبريتش؟ الفروقات يعني قد تندهش ان هي مش فروقات كبيره، وعشان كده انا بدات صدرت الكلام بان انت في الاول هتدرس وهتتعلم تفاصيل في اللغه، وفي language function، وفي الفوكابيولاري، وفي زي ما انا بقول كلمه الجرامر فور conversation، المهارات الاساسيه بتاعت اكتساب القدره على تكوين الجمل من خلال القواعد اللي انت بتحتاجها فعلا في حياتك اليوميه. هتمشي مشوار طويل في ده لحد ما يبان معاك الفرق. بس هنقول الفرق، في فروقات كتير، بس هنقول باختصار هم 3 فروقات رئيسيه. حطهم في دماغك كده وخليك عارفهم. الفرق الاول في كلمات، في كلمات مختلفه تماما، زي ما احنا مثلا في مصر هنا بنقول كلمه لبن، في بعض الدول العربيه الاخرى بيقولوا حليب، ولبن دي بيقصدوا بيها حاجه تانية. عندنا هنا في مصر بنقول كلمه هريسه ليها معنى، اوكي، وفي تونس ليها معنى تاني خالص.
هريسه هنا دي حاجه حلوه زي البسبوسه كده. في تونس تروح تقول له زود لي هريسه يزود لك شطه، الهريسه هناك مشكله حاجه تانية خالص. فمهم انك تعرف بعض الفروقات دي. بس خلي بالك بنسبه كبيره، مثلا احنا هنا في مصر بنقول كلمه عيش. لما اخواننا السوريين جم هنا مصر وبداوا يفتحوا مطاعم، بدا يظهر عندنا كلمه خبز. هم ما بيقولوش كلمه خبز كتير، عيش كتير، واحنا ما بنقولش كلمه خبز كتير، بس احنا اتنين بنسبه كبيره بنفهم بعض قلما يجي بعض الاختلافات. فمهم انك تكون عارف بعض الاختلافات، كلمات مختلفه تماما. يعني مثلا هتلاقي البريتش بيقول سويت، الامريكان بيقول كاندي. البريتش يقول بسكتس، الامريكان يقول كوكيز. البريتش يقول على الاسانسير اللي هو المصعد، يعني الاسانسير دي لا عربي ولا انجليزي اصلا، البريتش هيقول ليفت، الامريكان يقول elevator. فبعض الكلمات المختلفه اللي بنسبه كبيره بتتفهم الا يعني لما يكون كلمات استخدامها مختلف في المعنى خالص. ده مثال طبعا سريع، واحنا كنا عملنا فيديو قبل كده الفرق بين الامريكان والبريتش، وكان معانا حد بريتش موجود كان بيمثل البريتش اكسنت، وكان معانا مس دعاء كانت بتمثل الامريكان اكسنت من كام سنه كده. هنبقى نحطه لكم هنا في الاي اللي فوق، يعني كان بقى الاي دي يمين ولا شمال، واحطه لكم في الديسكربشن ان شاء الله بتاع الفيديو. كان فيديو كبير وموسوعي عن الفرق بين بعض الكلمات والنطق كمان. فاول حاجه الكلمات، كلمات مختلفه تماما. تاني حاجه او تاني فرق هو نفس الكلمه بنفس المعنى ولكن اختلاف بسيط في السبيلنج. هتلاقي دايما الامريكان خد الحته الصعبه شويه وسهلها. يعني مثلا الامريكان في كلمه اخرها او يو، قام جاي البريتش عنده كلمه اخرها او يو، قام جاي الامريكان قال لك ايه يا عم شيل اليو دي خلاص خلصنا. بقت مثلا كلمه ايه نيبر اخرها او يو، شال اليو. كولر اخرها او يو، قام جاي شايل اليو، فبقت ايه كولر COLOR في الامريكان. ودي نقطه مهمه جدا محتاج ان انت تاخد بالك منها، عشان احنا عندنا مشكله كبيره في ان احنا بنغلط بعض. لو انت متاكد ان اللي قدامك بيقوله ده لا امريكان ولا بريتش، من حقك تغلطه، من حقك تقول لا غلط الكلام ده. لكن اللي بيحصل اللي في ناس ساعات بتقعد تغلط بعض، والنطق اللي هو بيقوله او الكتابه اللي هو كاتبها دي ده سبيلنج معترف بيه، وده ممكن يواجهك انت لو انت بتكتب مثلا على الوورد او بتكتب على كروم. لو انت مختار وانت بتنزل البرنامج، وممكن تكون اصلا مش انت اللي منزل البرنامج، انجلش US غير انجلش UK. يعني مثلا لو انت بتكتب كلمه كولر، تكتب كلمه لون، لو انت كتبتها بالاو يو وانت مختاره امريكان هتلاقيه عامل لك علامه حمراء بعد تحتها كده وبيغلطك وكأن ده غلط، والعكس. فلازم تكون عارف انت اللي انت بتقوله ده هو له وجه سواء في النطق او في الكتابه امريكان او بريتش، ولا ملوش وجه خالص. هو ده غلط تماما لنفسك اولا، وثانيا لغيرك. اولا عشان تعرف انت امتى تقول اللي انت بتقوله ده غلط والصح بتاعه كده، ثانيا عشان فعلا تفيد اللي حواليك. لو انت شايف اللي قدامك بيقول ده غلط فالصح ان انت تنصحه. والمساله مالهاش دعوه بالتنطيط ولا ليها دعوه بان انت بتشغل كورس الانجليش عشان تقول للي قدامك انا صح وانت غلط. لا، المساله ان احنا فعلا بنحاول ننصح بعض. فقلنا اول فرق في الكلمات، في كلمات مختلفه تماما زي كوكيز وبسكتس، في نفس الكلمه بس اختلاف نطق، اختلاف سبيلنج. ان انا عندي الكلمه هنا او يو، كلمه هنا او بس. الامريكان مثلا لو ان في كلمات اخرها SE بتنطق زي، بتنطق زد يعني. فاورجنايز، انالايز اخرها اس في البريتش، الامريكان قال لك خلاص يا مش هي اس بتنطق زي، يلا يا عم خليها زي، خليها نكتبها زي اللي هي زي بالامريكان، اللي هي بالبريتش زد. بعض الكلمات مثلا كلمه دونتس لو انت شفتها بالبريتش هتلاقيها فيها حروف كتير قوي، قام جاي الامريكان قال لك ايه مش دو نت، يبقى DONUT بس كده خلصت بقى. يعني بيحاول دايما يميل للتسهيل. فده الفرق الثاني. الفرق الاول كلمات مختلفه تقريبا نفس المعنى، الفرق الثاني نفس الكلمه ونفس المعنى بس اختلاف بس في الكتابه، انت مش هتلحظه في النطق لان هيكون نفس النطق. الفرق الثالث ده بيعتبر بقى ايه الفرق الجوهري والفرق الثقافي والصراع الحضاري واللي بيتخانقوا مع بعض عليه، هو الفرق في النطق. وطبعا النطق ده فيه كتب وفي كورسات ويعني دراسات بتتعمل فيه، بس احنا خلينا نتكلم ان بشكل عام هتلاقي الامريكان بيميل للترقيق والبريتش يميل للتفخيم. يعني مثلا هتلاقي البريتش يقول chance، الامريكان يقول chance. البريتش يقول تاسك، الامريكان يقول تاسك. البريتش يقول ستاف، الامريكان يقول ستاف. بالمناسبه ستاف دي كلمه ثانيه، دي لا امريكان ولا بريتش، ودي برضه كنا عملنا فيديو عليها. ستاف اللي هو فريق العمل اللي هي بتتكتب STAFF، كان نفس الكلمه بتنطق في البريتش ستاف مرققه مفخمه كده، في الامريكان بتنطق ستاف مرققه. انما ستاف اللي هي يو دي كلمه ثانيه خالص. هتلاقي البريتش يقول كلاس، الامريكان يقول
كلاس، احنا نقول كلاس. مفيش بقى كلاس دي خالص، لا امريكان ولا بريتش. دي بقى هنا لما انت تكون عارف انت ساعتها ممكن تغلط اللي قدامك او تقول له لا ده مش صح، لان هي كلاس وكلاس، ستاف وستاف، انما ستاف غلط، كيلاس غلط. تمام. ده اللي انت محتاج تكون عارفه. ده بشكل عام بالنسبه للنطق. في حاجات بقى خاصه شويه في النطق، زي مثلا هتلاقي ان البريتش، هناخد حرفين اساسيين. مثلا هتلاقي البريتش بالنسبه للتي والار. التي هتلاقي ان البريتش يحب التي، الامريكان ما يحبهاش خالص، ودي ليها قصه طويله في الامريكان. هتلاقي البريتش يقول التي يركز عليها قوي، يقول ايه مثلا ايه البريتش يقول ايتم، الامريكان يخففها شويه، على اختلاف بقى التخفيف ده، ساعات يبقى دي خفيفه، ساعات يبقى فلاب دي، ساعات يبقى اقرب للار، ده له قصه لوحده. هيقول ايه، ده يقول ايتم، ده يقول ايتم. الار العكس، هتلاقي البريتش يحب الار، يلغي الار، الامريكان يركز عليها. زي مثلا ممكن تلاقي بيتع، الار اللي في الاخر دي ينساها وكانها مش موجوده خالص، انما الامريكان يقول better، عمل التي خففها والار قالها مش لغاها خالص، لدرجه ان انت ممكن تسمع بريتش يقول بيرفكت اللي هي فيها ار في النص، يشيل الار خالص. يبان بقى ده قوي في الكلمات اللي فيها الاثنين، زي مثلا كلمه water، هتلاقي البريتش هيعمل ايه؟ هيقول التي بقوه ويوقع الار خالص، هيقول ايه water، قال التي انت سمعت التي اهو water تا. الامريكان هيعمل ايه؟ اولا ممكن يقول وممكن يقول دي مش نقطتنا، ولكن خلينا في التي، هيخفف التي يخليها فلاب دي، ويقولوا الار في الاخر، بيقولوا ايه ووتر او واتر. عندنا برضو في كلمات كتير تانية مشهوره فيها التي والار بتبين الفرق ما بين الاثنين، زي مثلا ايه كمبيوتر، ده نطق ايه، انا ببالغ عشان اوصل لك الطريقه، كمبيوتر. انما الامريكان يقول ايه، هيخفف التي هيقول كمبيوتر، كمبيوتر. وطبعا الاو هنا بتبقى شوا، بس دي مش نقطتنا خالص دلوقتي. فاحنا كده عرفنا 3 فروقات اساسيه، تحتها تفاصيل طبعا كتير في الكلمات المختلفه، وفي السبيلنج بتاع نفس الكلمه، وفي نفس الكلمه ونفس المعنى ونفس السبيلنج، ولكن النطق بقى مختلف، بيخلي الكلام لما يطلع من هنا يختلف عن هنا. ليه لازم نختار؟ اولا ان ده مش منطقي. مش منطقي ان انت تتكلم مثلا جمله واحده فيها كلمه مصري على كلمه لبناني على كلمه سعودي، ده مش منطقي، احنا عمرنا مش شفناه بيحصل. ثانيا عشان تعرف بقى انت هتذاكر ايه، تبذل مجهود في ايه، تمشي في انهي سكه، ولما تسمع تفهم اللي قدامك. خلينا نقول طبعا ان انت بتختار في النطق. يعني ايه في النطق؟ يعني انت من حقي ان انا اختار امريكان وافضل طول عمري اتكلم امريكان، ما حدش يقول لي لا لازم تتكلم بريتش. انا مثلا بتكلم مصري، ما حدش يقول لي لا لازم تتكلم لبناني او لازم تتكلم خليجي، والعكس، ما دام بتفهم، ما دام دي common language. بس في الليسننج مش من حقي ان انا اختار. يعني ايه؟ يعني انا مطالب ان اي حد بيتكلم انجليزي especially، خصوصا لو كان من الاربع دول اللي احنا قلنا عليهم، استراليا، كندا، امريكا، يو كي كلها على بعضها، لازم افهمه، مطالب ان انا افهمه. فانا محتاج ان انا اسمع، افهم اي حد بيتكلم، واختار بقى اللي انا اتكلم بيه. انا بختار بقى ايه؟ انا بختار، بس خلينا نقول قبل ما اختار، اللي بيفرض يا جماعه ثقافته بيفرض لغته، اللي بيفرض ثقافته، ودي حاجه على مر العصور وعلى مدار التاريخ كله احنا كلنا عارفينها. اللي بيفرض ثقافته الناس بتتعلم لغته، واللي بيفرض مش بس لغته، بيتعلم كمان اللهجه واللكنه بتاعته. يعني خلينا نقول ان في فيلم مثلا اتعمل واتشهر وكان اسمه مثلا في المصعد، انت دلوقتي عرفت كلمه في المصعد معناها ايه، في البريتش ليها معنى وفي الامريكان ليها معنى. فلو الفيلم ده كان بريطاني فهيكون استخدام الكلمه هنا ايه، on the left، انما الامريكان هيبقى elevator. فهنا وعشان كده الثقافه دي، كلمه ثقافه مش معناها بس الادب، لا، الثقافه دي معناها الساينس، معناها الافلام، معناها الاغاني، معناها الالعاب. حتى احنا لو تفتكر انا قلت دلوقتي ايه، البريتش بيقولوا سويت، الامريكان بيقولوا كاندي. احنا عندنا لعبه مشهوره اسمها ايه، كاندي كراش. فاللي عمل اللعبه دي لما زقها عمل لها ماركتنج كويس، وده جزء من الثقافه. انتشرت كلمه كاندي، بقى الاطفال دلوقتي يقولوا كلمه كاندي اكتر من كلمه سويت. ليه؟ لان امريكا بتنشر اللغه بتاعتها، بتنشر الثقافه بتاعتها، بتنشر الميديا بتاعتها، بتنشر السياسه بتاعتها، بتنشر كل ده، ومع ده بينتشر اللغه، لان هي اللغه هي وعاء لهذه الثقافه. فده الفرق، وبناء عليه فانا بختار ان انا اتعلم واعلم، او اخترت خلاص من سنين ان انا اتعلم واعلم امريكان. الفرق بقى التاني او السبب التاني المهم، ان الليسننج، وعلى عكس ما بيشاع، بالمناسبه دي نقطه كان المفروض تيجي قبل ما اقول ايه الفرق، ان انا اقول
ايه هو مش الفرق؟ بس خلينا نقولها دلوقتي. مش الفرق بين الامريكان والبريتش زي ما شائع عند بعض الناس للاسف، بعض منهم المتخصصين، ان الفرق بين الامريكان والبريتش هو الفرق بين العاميه والفصحى، ان البريطانيين هم الفصحى والامريكان خدوا اللغه وبوظوها فدي بقت العاميه. ده مش صح، مش سليم خالص. دي لغه ودي دوله ليها لغتها وليها العاميه بتاعتها اللي هي بريطانيا، ودي دوله وليها العاميه بتاعتها ومش الفصحى. هو كده كده الفرق ما بين الفصحى والعاميه في الانجليزي مش واضح قوي، مش متباين زي عندنا في اللغه العربيه الفصحى، ولكن الفرق بين الاثنين مش زي ما الناس بتشيع ان هو ده الاصل وهو دي الفصحى وده العاميه. فدي نقطه مهمه محتاجين ان احنا نعرفها. او مش هو ده بتاع الرسمي وده بتاع الهزار، برضه ده مش كلام سليم. احنا زي ما قلنا العالم دلوقتي بيتحرك من خلال اللي بيسوق على مستوى الثقافه، وقلنا ايه هي الثقافه، واللي بيسوق على مستوى الثقافه دلوقتي هو امريكا، لدرجه ان بريطانيا بطلت بشكل مؤسسي تواجه ده. وان كان طبعا لو انت اتعلمت بريتش محدش يقدر يقول لك بتعمل ايه، محدش يقدر يغلطك. اذا كان بقول لك لو اتعلمت استراليان محدش يغلطك، لو اتعلمت كنديان محدش يغلطك. بس انا بقول لك في بقى اكسبريشن يقول لك ايه، it pays to، يعني الحاجه دي اللي هيجي بعد تو ده بيجيب الفرق بتاعه، بيجيب المجهود اللي انت بتبذله فيه. كلمه pay يعني بيدفع، بس هنا مش معناها بيدفع، معناها بيعوضك المجهود بتاعه. it pays to learn American. ليه؟ لان انت لو اتعلمت امريكان وبعد كده سمعت بريتش هيقابلك بعض الاختلافات، لكن لو اتعلمت بريتش وبعد كده سمعت الامريكان بيتكلم هيقابلك صعوبات. لان برضه دي نقطه شائعه خطا، ان الامريكان اصعب من البريتش. مش انت بقى بتقول الامريكان بياكلوا الكلام اكتر من البريتش؟ ده بيخلي الامريكان اصعب. مش معنى كده ان البريتش سهل، بالمناسبه في الاول لما تيجي تذاكر لا بتلاقي الموضوع فيه مجهود، بس الامريكان فعلا بتلاقي فيه صعوبه اكبر بكتير. فليه انا اتعلم الصعب؟ عشان يبقى بعد كده الباقي سهل عليا، ولو انت طبعا هتبذل مجهود كبير في تظبيط الليسننج والسبيكنج في الاثنين. بناء عليه احنا دلوقتي اتكلمنا على ايه الفرق، اتكلمنا على ايه مش الفرق، اتكلمنا على ليه لازم اختار، وقلنا الفرق ما بين التو اكسنتس المختلفين، ونصيحتي ليك ان انت تتعلم ايه. بس ايا كان ان انت هتتعلمه ما اسمعش لحد يقول لك ان انت بتتكلم غلط لو انت مختار اي واحده منهم وعارف ان انت بتختار واحده منهم. يعني مثلا ساعات بتلاقي واحد بيقول مثلا ايه، اتعلم كوبي، وما تقلوش بقى الفرق بين الامريكان والبريتش والكلام اللي احنا بنقوله ده، ما شافش الصوره كده من بره عامله ازاي. فتلاقي بيقول كلمه كوبي، لما يلاقي حد بيقول قدامه كوبي يقول لا انت غلط، هي الصح بتاعها كوبي. في هنا نقطتين، اول حاجه ان ده مش اللي انت بتقوله، ده مش هو الصح، اللي انت بتقوله ده هو الامريكان. تاني حاجه ان هو ممكن يكون التاني اللي بيقول كوبي هو ما قالهاش كوبي صح. ليه بقى؟ لان هو ما قالش البي صح، ما ظبطش كل الاو مظبوط زي البريتش ما بيقولوا. فهو قد يبدو من وجهه معينه هو صح ان هو ينكر عليه او يغلطه ان هو بيقول كوبي، بس هو للاسف شديد ان حتى لو ده بيقول كوبي صح، بيقول البي صح وبيقول الاو صح وبيكسر البي بالواي صح، هتلاقي ده برضه بينكر عليه او بيغلطه. ليه؟ عشان هو اتعلم ده بس في الاول. طبعا ممكن في بعض الناس تنتهج نهج وانا مش مختلف معاهم، دي مدارس ان هو يعلم نطق واحد وما يفرقش ما بين الاثنين، بس مهم ان انا في البدايه اتعلم ما غلطش حد هو بيتكلم نطق صح. اتمنى نكون استفدنا، اتمنى ان احنا نكون الصوره وضحت. ايا كان انت هتتعلمه ابذل فيه مجهود، لان ده هيفرق معاك لو ظبطت الليسننج صح سواء على الامريكان او البريتش، فهيضمن لك ان انت على الاقل قوي اللي بيتكلم الاكسنت دي انت هتكون فاهمه. وطبعا الليسننج ده بياخد مجهود طويل احنا اتكلمنا فيه قبل كده وهنتكلم فيه تاني اكتر واكتر. اشكركم جدا على مشاهده الحلقه. عندك اي سؤال اسالنا. لو حابب ان انت تبدا رحلتك في تطوير اللغه، انت عارف تقدر تتواصل معانا ازاي من كل وسائل التواصل بينا معانا في وصف الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.